من مكتب طلة الفني، تعالى اقولك على شوية نصايح عشان تبوظ شقتك. احنا المرة دي جايبين لك حاجة مش بس هتبوظ شقتك، دي هتغرقها. تأسيس السباكة. أول حاجة توزيع المواسير اللي مش هنعتمد فيه على اللوحات التنفيذية خالص، وبكده ضمننا شبكة مواسير الصرف والتغذية. الشقة مش هيتأسس لها صح في حوائط ولا في أرضيات، وكمان من غير الرسومات التنفيذية مش هتقدر تحقق توزيع معماري صح للأدوات الصحية في الحمام والمطبخ. لو هنتكلم عن الماتيريال ومعالجة التسريبات، فسيبك بقى من البي في سي والكاسل اللي مش بتتآكل دي. أما لو جيت وعايز تختبر عزل الحمامات بتاعك، هقول لك لا، غير مهمه بالمره. يعني المهندس المسؤول اكيد مش هيستخدم مواد عازله ولا هيبذل مجهود في اختبار التسريب اللي هو منسوب ميه بسيط بيتساب في الحمام لمده يومين وبيتابع لو قل او فضل ثابت. ده غير طبعا الاختبارات التانيه اللي مش مهمه زي اختبارات كبس والضغط والتغذيه. مواصفات الجوده كمان اللي مش لازم تلتزم بيها، ولا مهندس مشتريات يتابع معاك. واخيرا بقى هقول لك اوعى تركز على الجدول الزمني للتشطيب، ومش لازم خالص مهندس ينسق مع باقي الاعمال زي الدهانات والسيراميك وغيره. واخيرا بقى هقولك اوعى تركز على جدول الزمني للتشطيب، ومش لازم خالص المهندس ينسق مع باقي الاعمال زي السيراميك والدهانات وغيره. شفت لو ما سمعتش كلامي وسلمت لشركه هندسيه تطلق شقتك كنت هترتاح ازاي؟ بس كده انا كده ضمنت لك انك هتبوظ شقتك. لو عجبتك النصايح دي اوعى تعمل زيها، تواصل معانا وهنوصلك لجوده تشطيب بيتك وانت في مكانك. ما تنساش اللايك والفولو، وتابعنا في اللي جاي.